بسم الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل بامية بطريقتي. بجد لو ما عملتيهاش كده يبقى انتي ما بتاكليش بامية. حلوة جدا باللحمة الضاني، مسبكة تسبيكة محترمة. هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. عاملاها دسمة مش خفيفة، مش هنقول خفيفة لا. البامية ما تتعملش غير كده بصراحة. نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. هنجيب معلقتين كبار سمنة بلدي ومعلقتين زبدة. تمام. ندي اللحمة صدمة، نشوحها من على الوش ده تاخد لون ونقلبها على الوش التاني، بتدي طعم حلو. تمام. ورشة فلفل اسود كده عليهم ونقلب نفس النظام. تاخدش يعني وقت كبير، السمنة بس تكون سخنة شوية زي ما احنا شايفين، ونقلبها على الوش التاني ونطلعها. معلش يا جماعة والله عندي برد، فلو صوتي يعني مش كويس. خلاص كده يا خدت الصدمة، نطلعها. نحط مكانها بصلتين كبار مقطعين مكعبات صغيرة. تمام. يعني اللون اللي في الحلة ده من تشويحة اللحمة. تمام. هيروح كل ده هتتحمر، تدي لون احمر. ننزل على معلقة ملح عشان تدبل البصلة بسرعة. خلاص هتاخد اللون. هننزل عليها ب3 4 معالق توم مهروسين. تمام. اهو التوم نشم ريحته نعرف ان هو خلاص كده. ننزل عليه بالصلصة. انا عاملة تقريبا كيلو ونص بامية، احط عليهم 2 كيلو طماطم مضروبة في الخلاط ومصفياها. تمام. زي ما احنا شايفين، مش مزودة المية، خليها تقيلة اهي زي ما انت شايفة. سيبها بقى تتسبك شوية. نقمع البامية بتاعتنا، بامية صغيرة مش كبيرة. تمام. وبديها انا فاتحة من فوق كده عشان تبقى طعمها حلو اكتر، الصلصة تدخل جواها كده زي ما انت شايفة كده. الدمع يعني شبه شوية كده اتسبكت شوية. هنزل عليها باللحمة عشان تبتدي تاخد سوا، اللحمة تاخد سواها. تمام. انا بحب اسوي اللحمة في الدمعة او الصلصة زي ما احنا شايفين. نسيبها بقى اللحمة تاخد سواها براحتها، ونبص عليها اهو زي ما انت شايفة. كل ما تتقل وتطلع السمنة بتاعتها من فوق يبقى كده الصلصة او الدمعة ابتدت تتسبك خالص اهو زي ما انت شايفة. شايفة السمنة طلعت من فوق اهي ونشفت خالص، معنى كده ان اتسبكت كويس. نروح نازلين عليها بمية سخنة بتغلي. تمام. الكاتل كده نحط بقى مية سخنة بتغلي، ما تكون مش باردة لا. ورشة سكر خفيفة كده بسيطة خالص هتدي طعم وتحلي الأكلة. الصلصة أو الدمعة ابتدت خلاص تقريبا واللحمة شبه استوت. هنزل عليها بالبامية زي ما انت شايفة البامية صغيرة ازاي. سيبهم بقى البامية تاخد سواها مع باقي تسوية اللحمة زي ما انا شايفة. انزل عليهم بقى في الآخر قبل ما اقفل ب10 دقايق كده بقرنين فلفل او 3، بيديها ريحة حلوة وطعم حلو قوي. ورشة فلفل اسود خفيفة بس، ما بحطش اي نوع توابل خالص غير هي رشة فلفل اسود. شايفين يا جماعة والله حلوة جدا 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 بشكل مش طبيعي. تمام. خلاص هي كده اتسبكت واستوت ما شاء الله. يكون عندي طاجن اللي حابب يعني يحط شوية كده ويحطهم في الفرن، تاخد تشويحة كده على الوش وخلاص هي مستوية، يعني مش محتاجة سوا تاني. خلاص زي ما انت شايفة. انا هحطها في الفرن تاخد وش بس، والباقي اغرفي بقى براحتك بقى في اطباقك براحتك يعني. حلوة حلوة بجد والله. ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم لو عملتوها بطريقتي باذن الله. في ناس ما بتحطش توم في البامية، لا يا جماعة والله التوم بيفرق كتير قوي في البامية. زي ما انت شايفة عايز تاكليها برز تاكليها بعيش براحتك يعني. حلوة جدا جدا جدا.
وهي البامية اساسا يعني قليل اللي ما بيحبهاش بصراحة يعني. كتري في الصلصة عشان لو ولادك ما بياكلوش البامية نفسها ياكلوا الصلصة، تمام، براحتهم يعني. انا عندي ولادي نصهم كده ونصهم كده، فبزود الصلصة جامد. في اللي بيحب ياكلها بالرز، وفي اللي بيحب ياكلها بالعيش، وفي ناس بتحب تعصر عليها ليمون، يعني كل واحد وذوقه، تمام. وهو اللي عايز يغمس بقى بالعيش براحته. هي البامية حلوة في كل حاجة بصراحة، وإن شاء الله تعجبكم. وما ينسوش نصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، بألف هنا.